ازيك يا حبيبي الزرزور، عامل ايه؟ انا حلو وانت حلو، والولا كريم جونزيلا قاعد جوه هناك حلو، والدنيا جميله. بكره سيواجه النادي الاهلي بالماريس البرازيلي في الساعه 7 مساء، توقيت عادي جدا الحمد لله. اللي هيكسب يا اخواتي هيصعد مباشره، وده من حبيب قلبك بقى الزرزور. امبارح صورت لك فيديو، ومن بعد الفيديو قسما بالله انا قفلت الفيديو من هنا ولقيت معدتي قلبت عليها، ورحت على المستشفى جري خدت حقنتين، والدنيا كانت معايا خربانه، وكانت حالتي الصحيه متدهوره. ولكن على مين؟ خدت الحقنتين والبرشامتين ورجعت لك عشان اصور لك فيديو ازاي النادي الاهلي قادر يكسب بالماريس. وانا هسيبك قاعد متوتر كده وقلقان؟ لا، النادي الاهلي قادر يكسب بالماريس يا حبيب الزرزور بروح الفانلة الحمراء. امبارح قلت لك خطة بالماريس واللعب بالماريس وازاي ممكن نوقفه. النهارده بقى تعالى اقول لك ازاي الاهلي قادر يكسبه، وهنعمل ايه، وايه اللي هيحصل، وايه اللي جاي، وتشكيلة الاهلي، وكلام كتير هنتكلم فيه. بس قبل ما نتكلم ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. بالارقام والتحاليل النادي الاهلي لم يفز ولا مرة على فريق برازيلي. طبعا فوز في اللقاء، يعني احنا كسبناهم من ضربات جزاء. النادي الاهلي لم يفز ولا مره على فريق برازيلي خلال ال90 دقيقه في المباراه. نادي بالماريس، فكك من الارقام، احنا هنتكلم في الواقع. نادي بالماريس البرازيلي زي ما شفناه في ماتش بورتو، خضنا خوفنا. طبيعي بدايه اي فرقه في اي بطوله لازم تخض، لازم ترعب. النادي الاهلي ازاي يكسب بالماريس؟ طبعا نادي بالماريس بيلعب كرة حديثة، فرق امريكا الجنوبية كلها كرتها حديثة، كرتها مرعبة، ضغط امامي مرعب. يعني انت مش هتعرف تطلع بالكورة. معاهم مثلث برازيلي غبي، معاهم نص ملعب قوي جدا، معاهم دفاع صلب، معاهم حارس مرمى اقوى من محمود الزنفولي. ربنا يستر. طيب النادي الاهلي ازاي يقدر يكسب فريق بالماريس البرازيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي لازم يلعب محمد الشناوي قدامه داري وياسر ابراهيم، وحمدي بيسقط من وسطهم ليبرو. حمدي فتحي هيلعب في نص الملعب، هيلعب 6 محور ارتكاز، بس هيسقط وهيأخر وسط داري ووسط ياسر زي ما كان بيعمل في ماتش الانتر ميامي. هتلعب بباك رايت محمد هاني، وباك ليفت مينفعش كوكا. وطبعا بعد تعرض كوكا الكدمة في ركبته اصبح نسبة مشاركته ضئيلة، مع عدم تأييد يحيى عطية الله في القايمة، فانت كده عندك الدبيس فقط. وانا ارشح ملعبش بباك ليفت، بل العب بمساك يقدر يوقف الخطورة، لا اما الاعب العش لا اما لاعب بيكا، عشان هما معاهم وينج رايت برازيلي لا زي ما كلمتك عليه امبارح، لا حول ولا قوة الا بالله من الارتوهات بتاعته. بل الاسوأ في نفس الجبهة دي الباك رايت بتاعهم عرضياته، يا لهو على عرضياته. واظن ان لو ما قفلناش الجبهة دي ومحمد الشناوي طلع ومسك الكور هيدخل فينا جون من عرضية، فربنا يستر. فانت عشان توقف الجنب ده عليك بانك تلاعب مساك، عشان كوكا وحش دفاعيا ووحش هجوميا ووحش في كل حاجة. انا اظن اللي بيلعب كوكا مصطفى النحاس، عماد النحاس هو اللي بيقول له مدرب لكوكا دوت بيلعب منتخب مصر وجامد ولاعب جامد قوي. لكن كوكا يا جدعان وحش قوي في الباك ليفت. انا كنت بشيب بكوكا في نص الملعب، لكن في الباك ليفت مقرف قوي، ولو لعب هيعمل بلاوي وكوارث وفضايح. لاعب سردباك عشان يقدر يوقف الجبهة دي، عشان دي اخطر جبهة عندهم هي والليفت. يعني هما الجبهتين سواء الرايت او الليفت لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هنخش في نص الملعب. انت كده وقفت الجبهة الشمال بانك تلعب مساك. كوكا مش هينفع، مش هقول تاني يا ريفيرو، كوكا مش هينفع الماتش ده.
رغم ان انا عارف انك مش تسمع كلامي وممكن تلعب الدبيس، والدبيس هو احسن من كوكا، بس انا بقول لك سيردباك احسن. يا ريفيرو اسمع الفيديو يا جدعان، منشنو يا جدعان. في نص الملعب احنا قلنا نلعب حمدي 6 وهيأخر ليبرو، هيبقى بيسقط في معظم الوقت، بيغطي الفراغ اللي ما بين داري وياسر، هيسقط وسطهم زي في ماتش الانتر. وهيلعب جنبه اليو ديانج، هيلعب جنبه اليو ديانج. مين اللي بيرن عليا؟ يقدر امشوه. فانت هتلعب جنب حمدي فتحي، هتلعب جنبه ديانج. ليه ديانج؟ يتميز بالقوة البدنية، هيقدر يلتحم وهيقدر يحط جسمه ويعصلك ويهق احسن من مروان عطية. مروان عطية كويس وجامد وعالمي، بس دي ماتشات ديانج. قوة بدنية كويسة، سرعة في اللعب، نقل الكرة عنده اسرع من مروان عطية. مهما كان مروان عطية بيقطع الكرة بس بيلعبها سلبي، بيقطع الكرة بيلعب سلبي، لكن ديانج بيقطع الكرة بيلعب هجومي، بل هو افضل من مروان عطية في المباراة دي. المباراة ديت محتاجة ديانج. يبقى انت كده عندك 2 ارتكاز، حمدي وهيأخر ليبرو، وعندك هيلعب جنب منه اليو ديانج. مين هيعوض مكان امام عاشور؟ الماتش اللي فات ريفيرو ملعبش بوينج رايت، بل لاعب خلى امام عاشور يلعب تحت الفيرود ولعب جنبه بالرمضان. طب انت يا زرزور عشان توقف بالمريص بعد اللي احنا شفناه في ماتش بورتو هتلاعب مين 10؟ هلاعب تريزيجيه 10. هلاعب تريزيجيه 10، هو اللاعب الوحيد اللي ممكن يعوض اللاعب امام عاشور. تريزيجيه يلعب 10. طب لما تلاعب تريزيجيه 10 هتلاعب مين هاف ليفت؟ هلاعب بن شرقي. طب لما تلاعب بن شرقي هاف ليفت هتلاعب مين هاف رايت؟ هلاعب زيزو. الاتنين دول عايزين فرود عافي يلتحم ويقاوح وياخد لك فاولات ويعمل لك قلق، فانا هلاعب جريديشار. طب وسام ابو علي؟ وسام ابو علي هحتاجه في الشوط التاني عشان ينزل ببدني قوي، بنفس عالي، بلسه الاداء، بلسه لاعب طازه، ينزل يفرق لي في الشوط التاني بعد ما يكون جريديشار انهك المدافعين بتوع بالمريص. ينزل وسام الشوط التاني يلاقيهم على الاقل وقعوا بدني وتعبوا شويه، جريديشار انهكهم، واتمنى جريديشار ينهكهم، لاما انا اللي هنهك لو الاهلي خسر. ما هو الاهلي لو خسر نسبة صعوده من دور المجموعات لا تتجاوز 2%. ده طبعا مش هيفوز على بورتو، انت كنت فزت على بالمريص، ولكن لن نتوقع الاسوأ. فانت كده هيبقى عندك خطتك داري، ياسر، العش او بيكهام، محمد هاني، 2 ارتكاز حمدي وديانج، 10 راس المثلث بتاعهم تريزيجيه، هيلعب ليفت بن شرقي، هيلعب رايت زيزو، هيلعب فرود جريديشار. دي الخطة اللي المفروض الاهلي يلعب بيها عشان يوقف البلاوي البرازيلية. دي بلاوي يا جدعان، دي العيال دي بلاوي. طيب ما انت لو طلعت الشوط الاول 0-0 او لو لبست جون وطلعت الشوط الاول 1-0، فانت عندك اسلحة بره ممكن تنزلها تقلب اللقاء. انت ممكن تنزل بالرمضان مكان بن شرقي وتجيب تريزيجيه ليفت، وساعتها بالرمضان هيلعب 10 وتريزيجيه هيلعب ليفت وجنبه زيزو رايت. هتنزل وسام ابو علي مكان جريديشار، هتنزل طاهر محمد طاهر في حالة سوء مستوى زيزو وقلة البدني بتاعه، وده لا ارشحه خالص. زيزو لو بيلعب برجل واحدة يكمل في الملعب. عندك برضو بره ممكن تستفيد بيه في حالة انك تبقى كسبان وتنزله هو مروان عطية. فانت عندك اختيارات بره كتيرة قوي.
انت ممكن تلاعب طاهر محمد طاهر مكان تريزيجيه لو تريزيجيه البدني عنده وقع. انت عندك اسلحة بره ممكن تستخدمها في حالة ان لو الماتش قلب عليك او في حالة انك راكب الماتش. عندك اختيارات بره كبيرة جدا. بكونك لعبت بالخطة دي اللي انا قلتلك عليها، انت عندك بره اسلحة نووية تستخدمها في حالة مكسبك او في حالة هزيمتك او في حالة التعادل. سواء انت ما بدأتش بوسام او ما بدأتش بن شرقي او ما بدأتش بتريزيجيه مثلا لو عايز تقعده، كونك ما بدأتش بيهم مش معنى ان اللعيبة دي وحشة، معنى ان انا محتاجها في الشوط التاني كاملة البدن. الفرقة دي هتنهكك فعلا، هتنهكك بدنيا. العيال دي يا جدعان الكرة ما بتقعدش في رجليها اكتر من 3 ثواني، تك 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 تك. واظن انت شفت كل ده في ماتش بورتو، ولو ما شفتش انا شفته وبقولك. واظن ان بعد ماتش انتر ميامي انت نزلت الشوط التاني منهك بدنيا، رغم ان انتر ميامي ما لعبتش عليك كرة جامدة قوي، رغم ان انا شفت اللعيبة البدني بتاعها وقع زي تريزيجيه، رغم ان انا شفت لعيبة البدني بتاعها وقع زي وسام ابو علي. فانت فرقة ما لعبتش عليك كرة وبدني بتاعك وقع بسبب الظروف الجوية وعدم التأقلم مع المناخ، ماشي على عيني وعلى راسي. فانت تدرس كل ده. انت ممكن تكسب بالمريص بتوفيق من الله عز وجل واجتهاد منك ووجود الروح الفانيلا الحمراء. هم 11 لاعب واحنا 11 لاعب. هم عندهم لعيبة كويسة واحنا عندنا لعيبة كويسة. هم عندهم مدرب بيلعب كرة حديثة وصعبة قوي شبيه لهانز فليك، واحنا عندنا مدرب كله ياسر جلال. ايه هتخوفنا؟ هنخوفك. انت هانز فليك، احنا ياسر جلال. ايه ياسر جلال وحش؟ ده كان عامل قلق مع مصر المقاصة وكان عامل قلق مع نادي الزمالك. ايه طيب نقدر نكسب. فاضل 24 ساعة على اللقاء. اذا فزنا سنصعد بنسبة 70-80% من دور المجموعات، وستنتعش خزينة النادي الاهلي ب2 مليون دولار مكافأة الفوز، و7.5 مليون دولار مكافأة الصعود. ماتش يستاهل نلعب. اركن بقى خلافاتك مع حسين، اركن خلافاتك مع تريزيجيه، اركن ماتش انتر ميامي اللي فات مات واللي جاي كله احداث. ندعم الفرقة ال 24 ساعة دول. ايا كانت النتيجة هنطلع نقل من اللعيبة اللي قلت مننا وخسرتنا الماتش. وانت فاكرني اقولك ايا كانت اللعيبة النتيجة هنطلع ندعم ومش عارف ايه؟ لا، اللي هيقل في الماتش ده هيطلع عينه عندي هنا. الناس التانية ناس مشهورة وعلى عينها على راسنا بتطلع تتكلم بالادب والاحترام، لكن انا صوت الشارع، انا هطلع اشتم واقل ادبي. اللي حصل في ماتش الانتر ده لو حصل تاني انا اعصابي لا تتحمل. انا جالي القولون العصبي، فخلاص مش باقي على حاجة تاني في الكورة. اللي هيقل ولا اللي هيتجنن ولا اللي عايز ياخد لقطة هيمسك ضربة جزاء، ولا اللي هيمشي في ملكوت الله ماشي في نور الله ماشي. الحركات دي لو اتحصلت تاني انا مش هسكت، والله العظيم ما هسكت. هبيع صيغة امي وهتلاقوني على ميامي جايلكوا الساعة ساجة حج يا ام حبيشة. لساني تقل. اشوفكم على خير بكرة بعد اللقاء في فيديو، لا اما نضحك ونفرح لا اما نقل ادبنا ونتحبس. اشوفك بكرة يا حبيب الزرزور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معك الزرزور، صوت الشارع، صوت الشعب. جيت من الامتحان على ملا وشي عشان اصور لك فيديو ما قبل اللقاء واطمنك. اظن اطمنت. اظن ريفيرو لو شاف الفيديو بتاعي يعمل الخطة اللي بقوله عليها، مش هيخسر حاجة ولا هيندم، عشان انا ما بضلوش. اعملوا له منشن يشوف الفيديو عشان نكسب. كان معك الزرزور، والى اللقاء في فيديوهات اخرى، واشوفك بكرة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.